بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله أجمعين. احنا بنعمل دلوقتي يعني بديل السمنة اللي هي الصناعي، بس دي للأكل نطبخ بيها. دي سمنة حيواني، هنشوف عملناها ازاي بأبسط طريقة، ويعني مش هتكلفك أي حاجة، يعني حاجات بسيطة جدا 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 تاخدي منها. طبعا أنا عارفة إن السمنة مش مستحبة قوي في الأكل، بس هي يعني بتدي سنس للأكل حلو كده وطعم حلو. فاكيد في المحشي عندنا لازم هنحط السمنه، في الخضار عندنا هنحط منها بس قليل. انا مش يعني من انصار السمنه والزيت قوي، هنحط شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده دي دهون انا جايباها من عند الجزار. تقولوا له انا عايزه، ده بيسموه دهون ايه بقى، صنم او بيسموه ايه، اللي هي بتسيح بقى. لان في دهون اللي بتتفرم في الكفته والحاجات دي، لا انا اقول له عايزه دهن اطبخ بيه الخضار. هتحطي الدهن في الزيت كده، انا مش بغسله، انا بديله مسحه كده بالمنديل، والزيت بقى بيكون دافي معايا. تدفي الزيت خفيف، يفضل ان انت تجيبي كميه يعني من عنده الجزار اللي بتتعاملي معاه. بيتباع الدهن عادي زيه زي اي حاجه. دلوقتي كل حاجه بتتباع، كان زمان بيديهولك طبعا مع اللحمه. فتشتري منه، تشتري 2 كيلو 3 كيلو وتعمليهم مره واحده. بينفع قوي في المحشي. زي ما انت شايفه كده، انت هتوطي عليه النار وتسيبيه مع نفسه بقى لحد ما ينزل كل الخلاصه بتاعته. بعد كده هتصفيه في اي حاجه بمصفى كده. الشوائب اللي طالعه دي احنا بنرميها. طبعا الكميه دي يعني حاجه بسيطه، يعني حوالي نص كيلو او حاجه. بعد ما اصفيها كده وهي سخن، بجيب انا سمنه بلدي، معلقتين كبار كده سمنه بلدي. طبعا السمنه البلدي بتخلي الريحه يعني كانها كلها سمنه بلدي. وهي سخنه احطهم فيها يدوبوا. طبعا احنا عارفين السمنه الصناعي اللي بره الوقت بقت غاليه جدا جدا، واحنا مش عارفين هي معموله من ايه، مهدرجه، خطر مش خطر. فده امن طريقه ان انت تطبخي بيها الايه الخضار، محشي، تعملي شويه ملوخيه، تعملي اي طواجن عندك. زي ما انت شايفه كده هتدوب السمنه معايا البلدي. استنى عليها بقى لما تقرب يعني تهدى شويه. تبقى الحاجات دي طعمها حلو قوي في المحشي. يكفي يا جماعه ان هي ايه، حاجات طبيعيه واحنا اللي عاملينها بايدينا، وعارفين مصدرها وعارفين غسيلها وعارفين كل حاجه. معلقه صغيره يعني لو محشي طبعا كلنا بنحط فيه، وهيوفر لك كمان الزيت. بصي ده بعد ما بردت، شايفه عامله ازاي قد ايه مرمله. انتي تحسي ان هي سمنه بلدي، مش سمنه حيواني او اي حاجه. بعد ما بردت شوفي قد ايه هي مرمله، شايفه نفس ملمس السمنه البلدي بالظبط. تنقليها عندك بقى في علبة في التلاجة، تيجي تطبخي تاخدي منها قطعة صغيرة. هتعملي مثلا شوية لسان عصفور، هتعملي أي حاجة. يعني نقلل على قد ما نقدر من الزيت والسمنة، بصرف النظر عن ان هم غاليين وبرضه خطر على صحتنا، بس بدوا طعم للأكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وعجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك.